تشرب ايه وبتاع؟ ما بلاش، مش عايز تعبك. الحقيقة مش ما ينفعش، لا والله. لا تشرب لا ايه لا يا ما محمد؟ يا اي حد بقى عند سيد اسمه يا سيد، بجد لازم تشرب حاجه. لا لا قول لي لا تشرب يعني ايه؟ ما اصل انا ما في اتغديتش. شاي، في ما قهوه اجيب اتغديتش لك. وما اكلتش وما يعني معلش خليها المره الجايه. يعني يا باشا كل حاجه موجوده، الشاي وقهوه وحاجه ساقعه وكل حاجه المشاريب لازم. كلها موجوده اه يعني. والله كله، طب اطلب بص انت. هقول لك على حاجه، كوبايه وتضرب فيها في الخلاط كده فرخه و15 معلقه رز، هات لي بقى، يلا يلا بس يلا طب يا جماعه الحاجات بسرعه الله دي بسرعه. يخليك. الكابتن هيثم يا جماعه، منور يا كابتن هيثم. الله يخليك. تحرمش. مساء الفل عليكم، وحلقه جديده من حلقات بودكاست مستني ايه. وزي ما عودناكم معانا حلقه جامده جدا، معانا ضيف جامد جدا جدا، وهنتكلم عن موضوع بيهم كل الناس، ولاد بنات كبار صغيرين، وهو موضوع الفتنس والرياضه البدنيه. واحسن من يكلمنا عن هذا الموضوع يا شباب هو هيثم سلام. اهلا يا هيثم، صباح الفل. انا اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا بيك يا انا عم. مشغول بالشرب، حبيبي. خليك. لا لا اخبارك ايه؟ والله منورني الحمد الاول. لله. الله يخليك، ما تحرمش منك. يعني مش عايز اقول لك انا مبسوط قد ايه، لا 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 وكميه الناس اللي موصياني على اسئله عيش وعلى اللقاء عيش. ده بالذات. خد راحتك، فعندك ناس قاعده كده على الدكه مستنيين خد راحتك. اللقاء انا الجامد مبسوط، ده. انا مبسوط عشان قاعد معاك. ربنا يخليك، ده شرف حقيقي ليا والله. يعني حقيقي، يا بني ادم لابق جدا. الله يخليك، ثانك يو سو ماتش شيك قوي. يا انا باشا. عاجبني الاوتفيت. انا قلت بس اديني إيه، الاوتفيت تصور نلبس حاجه فيديو. من الجيم. أنا ممكن البسك لا لا زي الكابتن. ما انت تقولش. منور هيثم. حبيبي الله يخليك. اخبارك ايه؟ تحرمش كله والله. تمام؟ تحرمش والله. اخبار الفتنس ايه؟ اهو فتنس احلى حاجه في الدنيا. اكيد مفيش كلام، بيفرق جدا. مفيش كلام. طب خلينا قبل ما نتكلم بقى ونخش في موضوع الفتنس، عايزين نعرف مين هيثم سلام. ده اصعب سؤال ممكن يتسال في الدنيا ده. معاك. والله. هو صعب والله بس ده حقيقي. يعني هيثم الانسان يقول ايه الهيثم ايوه الفنان. بالظبط كده، بس فعلا الموضوع صعب قوي. يعني مش عارف ابدا منين ولا منين، بس انا هقول لك نبذه بسيطه كده يعني. قول لي يا فاهم؟ ريت. بص يا سيدي، انا يعني كبير في السن شويه، مش صغير، انا عندي مش 40 عليك يا سنه. باشا، لا لا خالص. حلو، فزمان بدا الموضوع معايا، مش من دلوقتي. حلو. يعني مثلا وانا زمان، وانا يعني 12 13 سنه كده، 14 سنه، كنت ساكن العماره اللي كنت ساكن فيها كان في جيم تحت البيت. حلو. فدايما كنا ننزل نلعب تحت البيت، مش عارف ايه، ندخل الجيم، اخرج من الجيم مش عارف ايه، انزل العب بالدمبل. استكشف وبتاع لازم. ولما تشوف قدامك عضلات كبيره كده، الموضوع مستفز شويه بالنسبه لي. طبعا. بس غير كده، ولاد خالتي كان عندهم جيم في الدور الثالث كده في منطقه شعبيه. والجيمات زمان كنت تدخل من باب الجيم تلاقي شويه حديد مترمي في الارض. صح. هو عباره عن البلدي. شويه حديد. بيسموه الحديد البلدي، صح؟ ياه الحديد يا البلدي. وتدخل تشم ريحه الحديد. فكنت يعني دايما اروح، ودايما لغايه ما حبيت الموضوع بصراحه. زي لعيب الكوره كده، ما بيتمرن كوره من صغره فخلاص وبيفضل الموضوع معاه طول عمره. يعني أنا كنت كده. طالع معاك من ساعه ما كنت صغير. هي حب هي هوايتي الوحيده، مفيش غيرها. بدأ الموضوع يتطور معايا، بدأت أكبر سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة، وأنا بتمرن مستمر. مستمر. ما ممكن خالص. السنة كلها مثلا أقعد فيها شهرين 3 متقطعين. مع دراسه، مع مع كل حاجه. الدراسة طبعا، كل. مع هوايتي. صاحبي مثلا شغال في جيم، أخد بعضي وروح أقعد معاه، أشوف الحياة ماشية عاملة إزاي. عارف أنت. حبيت اجواء الجيم عموما، جداً. مش بس الرياضه وكده، بس بتحس ان انت في مكانك، وبعدين في ميتك. احساس يعني فظيع، انت لو بتتمرن هتعرفه. بعد تمرينة الشيست وانت خارج من باب الجيم، وتلاقي كده ايه عضلاتك، تحس كده ان انت بس ما تستحملش حد بقى يعمل لك كده، بس بجد تبقى عايز الموضوع تضرب ده. حد لا لو لا لا لو لا. خبط لك على ممنوع. صدرك وانت لا لاعب. ممنوع. لا طبعاً. انا طول عمري ما ضد الكلام ده خالص. وما تلاقيش حد بيتمرن جيم ومحترم الا تلاقيه راجل جدع، صحيح. بعيد ده عن حقيقي. موضوع الرياضه الخناق اخلاق برضو طبعا ده هو احنا دايما كنا حتى اصحابي يعني الضخامه اللي هم الكبار قوي دول، تلاقيهم جدعان، بعيد عن اي مشاكل وبعيد عن اي حاجه خالص. ما فيش الكلام ده غلط والله. صحيح. مش صح. أيوة. احنا ناس كويسين. طبعا جدا طبعا. بس فعدى عليا سنه ورا سنه ورا سنه ورا سنه. طبعا اشتغلت بعيد عن موضوع الفتنس والكلام ده. اصلا تخصصك ايه يا هيثم؟ اصلا اصلا انا ماليش انا اشتغلت مليون شغل قبل كده. اوكي. بس كل الموضوع معايا ان انا الشغل اللي كنت اشتغله كنت ما بحسش ان انا مرتاح، فكنت اسيبه مش في ملعبك، مش في حتتك خالص. يعني مثلا هقول لك، بعد الجامعه اشتغلت في شركه غاز طبيعي. قعدت فيها شهر واثنين وثلاثه، وكنت شغال سكرتير مدير اداره كبار العملاء.
كنت انا الوحيد اللي موجود معاه. شغلانه روتينيه، بتروح بتخلص كانوا وقت عايزين معين. يعينوني باسلوب معين كده بشهاده معينه، وانا قلت لهم لا مش هينفع. سبتها واشتغلت في شركه بورصه، برضو قعدت فيها شويه ولقيت الموضوع مش انا. ما لقيتش نفسك. مش انا بحب يبقى فيه كده شويه تفكير، يبقى فيه لينك بيني وبين اللي قدامي. ما بحبش افضل قاعد. اشتغلت في الجامعه، حلو. قعدت مده شغال في الجامعه لغايه بقى ما الظروف بتتأزم شويه، الظروف بتمسك شويه، وانا ستيل موجود في الجيم. كرياضه عادي. ما اقدرش اسيبه والله ابدا. حلو. ابدا. الشهر او الاسبوعين اللي بقعد فيهم من التمرين احس ان انا عيان، مش قادر اتحرك. ده حقيقي. ده حقيقي. اي حد على فكره بيتمرن جيم عارف الكلام ده كويس قوي. كنت لسه هقول لك بيبقى مش واخد راحته، في حاجه ناقصه. فالجيم بيفوق. اتجوزت بقى وعدى عليا مش عارف ايه، ولقيت ان المصاريف بدات بتبقى كتيره قوي. فاعمل ايه؟ اسوي ايه؟ ما انا شاطر في ايه؟ مفيش غيرها. مفيش غيرها. امتى بقى نورت معاك ان انت عايز تعمل حاجه غير؟ صاحبة فضل عليا الجيم. لما يقول لك الجيم هو حياتي، هو اللي غير حياتي، هو الجيم. لان انا لما فكرت بقى خلاص ودورت فعلا على ايه اللي يعني ايه اللي ممكن اشتغله. اشتغلت فتره في عربيات، خسرت. مش حتتي. خسرت. كنت شاطر والله فيها، بس ظروف مش عارف ايه يعني خسرت. فاضطريت ان انا بقى انزل ساعتها اشتغل في جيمات. الكلام ده مثلا من مده من 12 سنه ولا حاجه. فبدات انزل. كنت زمان اي جيم انزل اتمرن فيه، صحاب الجيم يعرضوا علينا ان اشتغل. من كتر ما هم شايفين حبك وشغفك لله. دايما ادخل لازم تلاقي ده جاي بيسالني، ده جاي بيسالني، ده جاي بيسالني. صحاب يجوني يلا اتمرنا، يلا مرنا. وانا كنت من الشخصيات اللي دايما بحب يعني اتفرج على فيديوهات كتير، اقرا ابحاث كتير. لازم مثقف طبعا. حاجه بتحبها طبعا. عارف ازاي. امتى بقى ابتديت تقرر لا انا مش بقى عايز اشتغل في جيم، انا عايز ابقى ريفرنس، انا عايز اوصل للي انت وصلت له النهارده، يبقى عندك انا هقول لك حاجه. هقول لك الموضوع بدأ معايا جديا قوي ازاي. كان غصب عني يعني بصراحه. كان الموضوع فعلا كان غصب عني بس سبحان الله يعني اتجهت الموضوع تاني خالص ولقيت الطريق ماشي فيه. انا لما بدأت ان انا اشتغل في الجيمات حقيقي كان الموضوع مرهق جدا 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 جدا. انا في ايام كنت بدخل البيت مش قادر اقف حقيقي. ارهاق اليوم كله تعب. شغلانه المدرب صعبه جدا جدا. انت المطالب منك ان انت تبقى واقف على الفلور. انت دينامو. صح. انت عينيك على ده بيجي. وعينيك على ده وعينيك على ده، وده بيلعب غلط وده بيتمرن صح، وده طالب منك تمرينه، وعندك وقت فيه تمرينه برايفت لازم تروح تبقى مركز مع اللعيب اللي انت فيه. في اسلوب لازم في بتشيل دمبل، بتحط دمبل. فالشغلانه متعبه قوي. طبعا تفاصيل كتير قوي. تفاصيل كتير جدا. فبعد شهر 2 3 تسيب الجيم ده علشان مشكلة ممكن تحصل، تروح جيم تاني. يعني في تفاصيل بقى بتبقى كده ما حدش بيحسها اللي فعلا شغال في موضوع التمرين في المجال نفسه. اخر فترة لما فعلا ارهقت يعني بقيت اروح شغل الصبح. انا كنت شغال ساعتها في الجامعة. اخرج من شغلي الصبح الساعة 3 اطلع على الجيم، اروح البيت الساعة مثلا 11 12 بالليل ابقى خلاص بقى خلصان. طبعا خلاص بقى. يعني حتى الضحكة ما بعرفش مش قادر. صح. ما فاكش حيل. ما بعرفش ان انا اقعد مع مراتي، اقعد مع ابني، اقعد مع خلاص. ده الموضوع. انا يعني ساعتها فكرت في موضوع الاونلاين. اوكي. فكرت جديا لان انا يعني عندي ناس بيقولوا لي يعني ان انت عندك ملكة ممكن انت تكون بتعرف اكيد تتكلم مع اللي قدامك وتقنعه. من زمان صحيح. الكلام ده واضح والله صحيح. لا والله فعلا مش بجمل. لا ده مش بقول لك كده بس فعلا يعني بيتقال لي الكلام ده كتير. بس ابتدت الناس اللي حواليك تقول لك انت ليه يعني ابتدت الناس تزقك للخطوه دي. الله والله بشكل غير مباشر. والله ده صحيح. حلو. عندي واحد صاحبي شغال في الموضوع السوشيال وبتاعه، بيطلع بلوجر وكده. فقال لي انت ليه ما تعملش محتوى يعني وتقدمه للناس؟ قلت له والله اجرب. عملت بيج وجربت وخدت القرار. قعدت ساعتها مع مراتي وقلت لها دلوقتي انا يعني ايه مش قادر، مش عارف خلاص. بدأت توصل بيها للمرحلة ان انا ركبتي وجعاني من كتر الوقفة طول النهار. استهلكت انت الصبح في شغل وبالليل في شغل يعني. والله بجد يا احمد مش قادر اقف. صحيح. يوصل عليا الدرجة في الجيم وانا واقف في نص الشيفت بتاعي وانا مش قادر اقف ومش هينفع.
صاحب الجيم ما بيسكتش يا بيرحمش. باشا. صح طبعا. هو اتوقع ما تلاقيش وقت تتمرن انت وانا مش لنفسك. هستنى ان حد يقول لي حاجه. وبعدين آه. انا واحد من الناس ليا رولز. يعني انا طول عمري اقول ان المدرب ده ما ينفعش يبقى واقف مكشر في وسط اللعيبه. طبعا عليك مش هينفع. مسؤوليه اكيد. لازم يبقى واجهه للجيم. طبعا. لازم يبقى راجل يعتمد عليه جوه الجيم. فانا بدات افقد السيطره في ده، فما رضيتش. قلت لا، دلوقتي انا هبدا اخوض التجربه. فشجعني جدا وشجعتك. جدا. وبعض الاصدقاء، يعني عندي واحد صاحبي مسك الموبايل ونزل معايا بموبايل، وبقى ينزل معايا كل اسبوع نقف قدام الموبايل ونعمل بالخمسة 6 ريلز. وكل اللي حواليا يقولوا لي انت بتعمل ايه؟ انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ بس كان هدفك ايه وانت بتعمل محتوى؟ ان انا هطلع، ان انت ان انا هعمل محتوى مش يفيد الناس. هخلي حد في اي جيم محتاج لاي حاجه حلو. فور فري. طب هيثم قول لي ايه الهدف من وجهة نظرك؟ يعني ايه الهدف الرئيسي ورا ان احنا نروح الجيم؟ مش بس نروح الجيم ونكمل، لان اتوقع الاستمرارية مهمة جدا. ايه اللي بيخلينا نقدر نعمل ده؟ هقول لك على حاجه، انت في حياتك اليوميه بتستخدم ايديك ورجليك قد ايه؟ كتير طبعا. كتير جدا. هو طول اليوم، طول الحياه، طول ما احنا عايشين. صحيح. طيب هو مهم بقى قوي ان انت تكون يعني مقوي مجموعه العضلات اللي ماسكه المفاصل بتاع جسمك. اللي بيحقق لك ده هو الجيم. هو ان انت تروح تمرن عضلات جسمك. لو عملت كده هتتفادى بقى ان انت ممكن يجيلك خشونه، ان انت ممكن يجيلك وجع في ركبتك، وجع في كوعك، صحيح. وجع مش عارف في ايه. هتتفادى كل الكلام ده تبقى فت طبعا. طبعا، لان هي المفاصل جسمك، العضلات هي سبورت المفاصل جسمك. فلازم تتمرن، لازم. طب والمرحله اللي بعد كده بقى، يعني بشوف ناس كتير بعد كده بقى انت تعمل فورمه. حلو. طب احكي لنا ايه الفورمه بقى؟ ايه موضوع الفورمه وليه بقت هاجس عند كل الشباب؟ الشكل كويس طبعا. هي الفورمه ان انت تقلع تيشيرت تشوف شكلك جميل، تشست باين كده متقسم، عضلات بطنك ظاهره، شكلك سمارت كده جامد، تلبس التيشيرت بتاعك كده الدنيا تبقى كويسه. ده فورمه. حلو. هو ده الفورمه. تعمل واتوقع إزاي؟ من غير بس من غير ما تقلع كمان يا هيثم. I think اللي بيبقى عامل فورمه بيبان من على ما هو الهدوم. كل واحد وطموحه بقى. كل واحد وهدفه. كل واحد وهدفه. حقيقي. حلو. في ناس عايزين ينزلوا الجيم علشان خاطر يعملوا فورمه عاديه يبقى شكله مقبول. حلو. عارف؟ في واحد تاني عايز يعمل فورمه يبقى يعني جامد قوي. تفاصيل التفاصيل بقى. في واحد عايز يعمل فورمه بطنه كبيره شويه وعايز ينزل بطنه. مهما كان السن بقى. طبعا الموضوع ملوش سن خالص. ملوش سن. من 15 سنه، من 16 سنه، 17 سنه، لغايه انا معايا ناس بمرنهم عندهم 50 سنه وحاجه و50 سنه ان شاء الله. ملوش علاقه. بس فهو الموضوع مش يعني مش صعب، بس صعب في التزامه. التزام نفسه. طب نعمل فورمه ازاي بقى؟ تعمل فورمه ازاي؟ بالنظام الغذائي، ان انت تلتزم على نظام غذائي محسوب السعرات محترم، يكون مصمم مخصوص ليك، بناء بقى على تفاصيل يومك، بناء على مجهودك اليومي، بناء على الاكل اللي انت بتحبه مش اللي ما بتحبوش، علشان تعرف تلتزم عليه وتكمل عليه وتفضل ملتزم بيه. بس الكلام ده بنسمعه كتير يا هيثم، يعني وانا عارف ان هو ده الصح، بس الطبيعي. كل الكباتن بتقول هو ده الطبيعي. بس في ناس كتير بتشوف ان ده مش سهل يتعمل في ظل اللايف ستايل اللي احنا عارفينها. انت عارف هنا اللايف ستايل في مصر عامل ازاي، الداينامكس جامده وتروح وبتيجي الموضوع برضو مش سهل. ده والله موضوع سهل جدا. اصل اقول لك على حاجه، انت لو فهمت ليه تعمل النظام الغذائي او ليه تعمل حاجه تمشي عليها، بعيد عن ان انت تعمل فورمه، هو صحيا هو ده اللي المفروض يتعمل. اي حاجه بنحطها في بقنا كده بناكلها هي بترسم شكلك وصحتك. فانت لو جربت، يعني انا في ناس كتيره يجوني عايزين يتمرنوا، اقول له ابدا، مش قادر يا سيدي. طب ابدا، مش قادر. طب وقف مثلا مخبوزات، يوقف مخبوزات، يجيني بعديها باسبوع مرتاح. حلو. طيب اقول لك على حاجه، وقف سكر شويه وجرب. طب الجر رجله. يجيني بعديها بيومين 3 4 اسبوع، اقول له ايه الاخبار؟ يقول لي والله يا كوتش اقول لك على حاجه، انا يعني حاسس ان انا يعني نفسيا مرتاح شويه. اقول له طب يلا بقى، لو عملت والتزمت لمده اسبوع ليك عندي هديه، تعال نعمل تشالنج انا وانت، وريني انت جامد ولا مش جامد. كده ولا ايه؟ التزم. في ناس تانية بيكونوا رافضين، ده بقى من جواه هو مش هو رافض. هو والله هو رافض. بتلاقي ناس يا سيدي يرضيك مفيش. طب ليه؟ مش قادر.
هو عايز بقى يعيش الحياه مش بتاعت عايز. الجانك فود انا عايز ويلا اتمرن. ده بقى بيوصل معايا لفتره من الفترات بمسكه وبهدله بصراحه. هو ما بيجيش الا كده يعني، ضغط افضل بقى. استفز بقى فيه. مم. بقى يعني اقول له انت مش راجل، انت فعلا مش قد المسؤوليه. بقى ما هو لازم اعمل بالظبط. كده مم. علشان يبدا يلتزم، علشان نشوف تغيير على جسمه. لان انت مش هتشوف تغيير على جسمك او فورمه من غير ما تكون ملتزم على نظام غذائي ماشي عليه. هو ده مهم اصلا. وبعدين انت اللطيف في الموضوع ان انت لو التزمت على نظام غذائي مره، فانت خلاص بقى مش هتعرف تاكل الاكل العادي الطبيعي ده ابدا تاني. ده حقيقي يعني. انا اقول لك على حاجه، انا لما بيكون عندي دايت مثلا وعندي تارجت معين، مثلا ان انا اشد شكل جسمي، انا للاسف الشديد انا نفسي اكل. انا نفسي نفسك تاكل. نفسي كده في اكله كده وهي الحاجات دسمة. كلها بتحلو اصلا وانت الدايت ده كل حاجه حتى اللي ما حاجه بتحبوش متعبه جدا. بتحبه احنا طبعا. خلاص نقوم ناكل انا جداً. وانت شكلنا. انا شكلي هنضرب عشاء جامد ما جدا. بعرفش والله، ما فعلا بعرفش. خلاص بقت لايف ستايل. بقت لايف ستايل. ولما باكل اكله يعني دسمه بفضل بعديها 3-4 ايام طول ما انا ماشي عمال اقول تعب ولا ضميرك بيأنبك؟ لا تعب. تعب. ما بقى خلاص بقى مم. ما بقدرش، ما بعرفش يعني اكل الاكله الدسمه دي تاني. بمناسبة النظام الغذائي، مم. ودي برضو حتة انا عايز اتكلم معاك فيها بالتفصيل شوية. مم. مش اي حد يحط نظام غذائي. يعني انت قلت طبعاً. نقطة مهمة جدا، النظام الغذائي المناسب ليك. طبعا فده برضو نابع من المدرب الشاطر طبعاً. او المدرب اللي فاهم. ودي بقى الحتة اللي احنا عايزين نتكلم طبعاً. عنها، اللي هو ازاي انت خدت الموضوع للاحتراف مم. ودرست الحاجات دي ازاي. يعني قول لي بقى انت طبعا انت احنا مصر فيها كميه اكاديميات كتير جدا حلو. جدا. ويعني موضوع النيوتريشن بلان ده او النظام الغذائي لازم علشان تعمله لازم تكون دارس تغذيه. دارس تغذية طبعا في كورس كده او في حاجة. في يعني اساسيات تغذيه لازم تكون عارفها. حلو. ما ينفعش تعمل نظام غذائي كده وخلاص. بس تكون عارف يعني ايه بروتين، يعني ايه كربوهيدراتس، يعني ايه فايبرز، يعني ايه فاتس، يعني ايه. لازم تكون بتعرف تحسب الماكروس بتاعتك كلها. لازم تكون عارف انت بتعمل ايه. انا عايز اقول لك حاجة وده انا اتصدمت منها الصراحة. وانت اكيد عارف ده، انت في الكوميونتي وعارف ان في ناس لما بتيجي تروح تقول لهم انا عايز اعمل نظام غذائي، هو عنده حاجة ثابتة كده على الواتساب، برنامج بيبعته لكل الناس. طب انا اصدمك اكتر من كده. قول لي. انا بيجيني الموضوع ده من عند دكاتره التغذيه. دكاترة التغذية هم دكاترة اللي التغذية. بيثبتوا يعني انا بشوف الدايت بتاعه، بيجي يشترك معايا فبيوريني الدايت بتاعه، فالدايت مش مناسب ليه خالص. مش مناسب ليه، مش بتاعه. انت مين مديلك الدايت ده؟ يقول لي رحت للدكتور فلان الفلاني واداني الدايت ده. طب اداهولك ازاي واحنا قاعدين يا دكتور؟ اي بس بيزد يا على ايه؟ دكتور حد يدي دايت واحنا قاعدين كده؟ هو ينفع؟ مش الدايت ده لازم يكون ليه اصول، لازم يبقى يعني محسوب بسعراته سعرات واناليسيز وسلطات وعملت وبابا تحاليل غنوجه. وعملت حاجات المفروض يعني. فموضوع كده موضوع ما ينفعش. فيعني رجاء لاي حد رايح علشان يعمل نظام غذائي يختار الكوتش اللي يكون واثق ان هو هيعرف يعمله نظام غذائي كويس ويجرب كذا بلان يعني ولا انا دايما كل الناس المشتركين عندي اقول لهم لازم تشوف تغيير كل اسبوع. لازم. حتى انا بعمل دايما صور كل اسبوع. أوكي. بعمل مقارنات كل اسبوع علشان لازم تخليه هو يشوف صورته متغير كل اسبوع عشان يبقى عنده موتيفيشن. هو لو ما بيتغيرش يبقى في مشكلة. هو ذات نفسه مش هيكمل، هيكره الموضوع. اوكي. فلا، وانا اتعلم بينفع ده ولا ما بينفعش او يعني ممكن يكون في بعض الاجسام طبيعة جسمهم نوع الدايت اللي انا حطيتها له مش مناسب معاه، فتغير. لازم ضروري. فاخد الخبرة بعد كده، يبقى عندي الاكسبيرينس بعد كده. لو ده حصل هعرف اعمل 1 2 3 4 5. وده طبعا انت اكيد ده طبعا حصل معايا قابلته كتير، ملايين المرات. حصل معايا كتير. الحمد لله رب العالمين. وصل بيا لدرجه دلوقتي بقيت اشوف جسمه، اشوف صورته، اعرف هو عايز انهي نوع من النظام الغذائي، اعرف هو محتاج ايه بالظبط. وفعلا لما باجي اطبق بتلاقي نتيجه. بتبسط جدا بصراحه. انا بكون مبسوط اكتر من الراجل اللي بيجي يتمرن معايا. في ناس بتدخل الشباب في كورسات وانجكشن وحاجات استيرويدز وكلام من ده، ولا هم محتاجينها ولا هي حاجه اكتر من ان هو حافظ اللي عايز يجي يعمل فورمه كده في اسبوعين. سؤال انا كل ما حد يشترك معايا يقوله لي فين المكملات يا كوتش؟ هاخد ايه؟ انا فين جدول المكملات اللي انا همشي عليه؟ جدول المكملات. هو انت عايز تاخد مكملات؟ انا لازم اخد وفي بعض المتدربين بيعملوا مشكله جامده
علشان خاطر انا ما كتبتلوش جدول مكملات. يعني في كونسبت مترسخ كده ان انت ما ينفعش تلعب من غير مكملات، ان انا لازم اخد مكملات. مم. هو المكمل الغذائي اصلا عباره عن إيه بقى؟ هو من اسمه، هو بيكمل الغذاء. حلو. هو بيكمل العجز اللي ممكن يحصل في نظامنا الغذائي، جميل. سواء كان بقى في اي عنصر. يعني مثلا هقول لك على اشهر مكمل غذائي على مستوى العالم، هو البروتين باودر. طبعا ده بيتباع في انا مش السوبر هاخد ماركت. بروتين يا كوتش. ايوه بروتين. بالظبط. البروتين هو البروتين باودر عباره عن ايه؟ بص انا يعني هقول لك هو فايدته ايه في نظامنا الغذائي ومن عدمه. فلنفترض دلوقتي ان انا يعني المفروض ان انا هاكل في وجبه من الوجبات حته فراخ قد كده، حته صدور فراخ. حته صدور الفراخ دي فيها قيمه غذائيه 25 جرام بروتين. حلو. سكوب البروتين الواحد فيه قيمه غذائيه 25 جرام بروتين، ايكويفالنت لنفس القطعه جميل قوي. طيب لو ما قدرتش اكل حته الفراخ دي، كان عندي ظروف في يومي، كان مش عارف ايه، اتشغلت وما قدرتش اكلها، فبعوض النقص بسكوب البروتين ال 25 جرام القيمه الغذائيه. يعني عندي اللزوم تقدر تقول ولا فقط لا غير. مفروض. هو بيكمل العجز اللي ممكن يحصل في النظام الغذائي من البروتين. حلو. ده في حال البروتين. طيب لو كربوهيدرات، في كارب، مكمل كارب، فانا بكمل العجز اللي ممكن يحصل في النظام الغذائي من الكربوهيدرات بسكوب كارب. اوكي. حلو. فسيف هقول لك يعني ممكن يكون مثال تاني. فلنفترض دلوقتي ان انت رحت عملت تحاليل وطلع عندك نقص في الفيتامين سي. طيب هتعمل ايه ساعتها؟ هتاخد فيتامين سي، صح؟ منطقي طبعا. خارجي علشان طبعا. تكمل دواء كعلاج. جميل. صح. نفس الكونسبت المكمل الغذائي. طيب ينفع مخدوش؟ ينفع طبعا مخدوش. هو مش هيعملك سحر خالص، بس هتبقى قصرت في وجبتك الغذائيه. لو انت ماشي على نظامك الغذائي وعلى مظبوط زي ما الكوتش عامله لك، انت مش محتاج حاجه خالص. وانا عندي ناس كتير قوي يعني ما خدوش ولا اي حاجه، وتيجي افرج صورتهم، يعني احط صورتهم على البيج عندي والناس مش مصدقين. واخد ايه بقى ده؟ واخد ايه بقى؟ واخد ايه ده حقيقي على صحيح. فكره، وهو مش واخد حاجه خالص، بس هو التزم. فهو ده البروتين باودر او اي مكمل غذائي في العموم، هو مش مضر طبعا خالص تماما. ولكن يعني لو انت عندك اي امراض مزمنه، اي مشاكل في كبد، اي مشاكل في كلى، ممكن ممنوع طبعا. وانت اكيد بتعرف الحاجات دي. ممنوع طبعا تحت 18 سنه، لان كل الدراسات اتعملت على 18 سنه. اوكي. فحتى لو في كوتشز اثبتت ان في مكملات ممكن تستخدم تحت ال 18 سنه، انا لا انصح تماما بالموضوع ده. ما ينفعش، ما بكتبش ابدا لحد تحت 18 سنه او انصحه باي مكمل تماما. واي حد عنده مرض او اي مش عارف ايه، ممنوع تماما نهائي. ده المكمل. صح. انا عايز اقول بقى عن موضوع الهرمون. دي قصه تانية. الموضوع اللي دي كارثه تانية. ده كارثه، ده مصيبه سوداء. انت ممكن تكون كارثه بالنسبه لك، بس انا بالنسبه لي هي مصيبه سوداء، لان انا بشوفهم بقى بييجوا يطلبوا ولا بييجوا واخدين بيزد على ولا حاجه. بهدله. عايز تعمل ايه؟ عايز اعمل فورمه في اسبوعين، خد 1 2 3 باشا. في بهدله، في بهدله، في مجموعه كباتن بهدله. خد دي، خد ده، اخبط دي، والتاني بيخبط. يا باشا ما تفتح مخك شويه. انت بتعمل ايه؟ انت بتضر نفسك. انت حضرتك الماده اللي انت بتدخلها في جسمك هي بتوقف الطبيعي اللي في جسمك، هي بتعمل خلل في دورة الهرمون الكاملة في جسمك الطبيعية. فانت بتعمل ايه؟ انت بتبهدل جسمك. ولو كنت فاكر ان الموضوع ده هيفضل مستمر معاك، هو مش هيفضل مستمر. انت اول ما بتوقف مدة الكورس بتاعك، انت جسمك يعني بقى ولا فيه تستوستيرون، ولا هيبقى فيه عضلات، ولا هيبقى فيه صحة، ولا هيبقى فيه اي حاجه خالص. ده انت بقى عندك عجز في اللي بيصدره الجسم اصلا. ما ينفعش، مش هيبقى موجود. صح. حضرتك حقن التستوستيرون اللي بياخدوها لما بتدخل الجسم بتوقف التستوستيرون الطبيعي عن الانتاج اللي بيفرزه الجسم. صح. فدوره الهبته كلها، كل مجموعه هرمونات جسمك كلها بتقف، لان في هرمون خارجي داخلك، فبالتالي مش هيبقى في انتاج. طب هل في استخدامات صحيحه للهرمونات والاستيرويد؟ مفيش استخدامات صحيحه. مفيش خالص. مفيش حاجه اسمها هو كله ريسك. كله. مفيش حاجه اسمها استخدام صحيح. الهرمون خطر، ما ينفعش يتاخد، هيبهدل لك صحتك طبعا. وبعدين الموضوع ريسك جامد. يعني ممكن مثلا يقول لي طب ما فلان الفلاني بياخد هرمون. هو الموضوع بالصدفه على فكره، هو موضوع حظ. انت ممكن تاخد هرمون تروح في 60 داهيه، يموتك اصلا.
على طول والله. وتوصل لحاله ممكن طبعا. ده شيء اكيد. هو اصلا هو في ضرر. هو بيقول لك اقل الضرر. ازاي نعمل اقل الضرر؟ لكن وخصوصا لو اتكتب من غير حسبان. يعني انت عايز تعمل خد 1 2 3 4 1 2 ربع 3 ملي نص ملي مش عارف قد ايه، وانت ما تعرفش هو ايه اللي ممكن يحصل له بعدين. للاسف شديد، للاسف شديد. والبطولات هي اللي وصلت الشباب لكده. بس احنا عندنا هنا في مصر اجمد شباب واجمد ابطال بطولات طبيعيين في العالم. احنا عندنا مستويات قوية جدا فعلا، جدا 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 ما شاء الله. كان لسه في بطولة خلصانة، عندنا ابطال كتير واخدين مراكز واخدين ميداليات. حاجه بره مصر يعني أوف ولا اوف يا اوف ومراكز وشيب تشوفه تقول ده مستحيل يكون طبيعي. ودول اكيد طبيعي ما طبعا. شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بصراحة انا بحييهم. انا يعني انا بحبهم جدا. الكباتن المحترمين اللي بيعملوا نشأ انا بحبهم جدا، لان هم فعلا وجهه يعني جميله جدا ومشرفه. هي دي ارجع واقول تاني هيثم، هي حته الكابتن الفاهم والكابتن الدارس واللي بيشتغل مع الشباب سواء بيتدربوا معاه برايفت او حتى في الجيم عادي، اللي بيدي النصيحه المناسبه لكل حد. عشان كده قد ايه الدراسه مهمه. ودي الحته اللي هتاخدنا الحته الثانيه يا احمد. هو برضو الدراسه هنا مش هي كل حاجه طبعا، والخبره ولا خبره والله. مال. هو يعني ان هو يكون عنده شويه اخلاق، ضمير ضمير طبعا. يعني صح. يعني مش يعني حتى لو ما يعرفش يقول مش عارف، مش ممكن. يعني انت مش عارف ليه تضر غيرك؟ ليه تديله حتى كرسي؟ يا ريته صح، انت بتضره، فليه تعمل كده يا سيدي؟ قول مش عارف. انت مش شاطر في ده، قول مش شاطر في ده. مش عيب والله مش عيب. اللي قدامك هيحترمك. طب قول لي هيثم، ان الناس بقى اللي عايزه تتمرن او الشباب اللي حابه تتمرن بجد، هل بقى لازم تروح التمرين كل يوم؟ ابدا، مش شرط خالص على فكره. مش شرط كل يوم. مش شرط كل يوم طبعا. بص، هو الانظمه التدريبيه كلها، والعلم بقى في تقدم جامد، فكل الانظمه التدريبيه هي بتخدم في الاساس طبيعه يومك انت. يعني مثلا لو انت عايز تتمرن 3 ايام في الاسبوع ومش فاضي الا 3 ايام في الاسبوع، مالكش حاجه، هتتمرن 3 ايام في الاسبوع. في سبليت اسمه فول بودي، ده عباره عن انت بتدخل الجيم اول يوم بتمرن كل عضلات جسمك في يوم واحد. حلو. وبتاخد اجازه تاني يوم، وبترجع تتمرن، وبتاخد اجازه وبترجع تتمرن، بتوتال 3 ايام في الاسبوع. طيب لو بتتمرن 4 ايام في الاسبوع، في سبليت اسمه ابر اند لور، تاخد يوم نص يوم upper نص الابر اللي فوق ونص الجزء السفلي، وبتاخد يوم راحه، وبترجع تكرر ابر اند لور. فتبقى كده اتدربت مرتين في الاسبوع. فاهم؟ يبقى عضله كل يوم مثلا. ممكن برو سبليت، وممكن بوش بول ليجز 5 دايز سبليت، بيبقى برضو يوم بوش ويوم بول ويوم ليجز، وبتاخد يوم راحه، وبعد يوم راحه بترجع تتمرن ابر بادي، واخر يوم بيبقى اللور بادي. من 6 ايام في الاسبوع في بوش بول ليجز يعني، فاهم؟ او برو سبليت، في كاستمايزد على حسب انت يومك. فمش شرط ان انت تنزل تتمرن كل يوم وتتعب نفسك وتبقى مرهق. الطرق كلها هي مؤدية للاستفادة. انا حاسك بتوجه لي هتعمل فورم. لا مش فورم، انا عايزك لو بتقول مالكش حجه يا احمد هتلعب لو هتيجي يوم في الاسبوع هلعبك الصبح وبالليل. حجه، ده حقيقي فعلا والله. هو ده كلامك صح، لان فعلا يعني الواحد ملوش حجه يعني. فمش شرط ان انت تدخل الجيم ويطلع عينك في الجيم وتتعب وتبقى ميت علشان خاطر يبقى عندك شيب، ابدا. شوف اللي يناسب ممكن يجي معاك بالعكس تماما الموضوع ده، خلي بالك. يعني لو انت نزلت كل يوم واتمرنت كتير جدا وفضلت تبذل مجهود وتتخانق كل يوم مع الحديد، العكس كمان، اوفر تريننج يا باشا، تتأذي طبعا. العضلات بدل ما هتكبر هتصغر، انك محتاج ريكفري. ويجوا لك ناس كتير، انا بيجوا لي ناس كتير، انا بتمرن كل يوم وبشوف كومنت كتير الاسئله دي، بتمرن ومش شايف اي تقدم يا كوتش. تيجي تبص كل يوم صبح وليل على روتينه تلاقيه بيتمرن زياده عن اللزوم، ونظامه الغذائي مش مناسب مع تمرينه خالص، ما بياخدش راحه، فما بيعملش وعضلاته مش مناسبه مع تمرينه، ومستواه مش مناسب مع تمرينه. فبالتالي بنضطر ان احنا نغير الروتين كله ونقلل من التمرين. اول ما بتقلل من التمرين تلاقي صحته بدات ترجع له تاني، وتلاقيه بدا يبقى جامد. فالموضوع كله يعني لازم يكون كاستمايز ليك. خلي بالك ان يكون عندك مدرب، ده حاجه مهمه قوي. يعني المدرب هو متخصص طبعا، انت مش متخصص. مهما فضلت تذاكر وتقول ومش عارف ايه وتتفرج على فيديوهات ماشي ده حلو. انا كل المتدربين اللي معايا اللي بيتمرنوا معايا، انا ذات نفسي بقول لهم لازم يعني تذاكر. يعني مثلا واحد يكون عنده وجع في ظهره،
اقول له انت مثلا عايز تعمل شويه ستاتيك ستريتش. ايه الستاتيك ستريتش يا كوتش؟ اقول له انا عايزك تدخل تكتب يعني ايه ستاتيك ستريتش وتعالى لي. خليه فعلاً هو اللي بيجيني. يبص بنفسه. لازم في بعض الحاجات لازم انت تتعلم، ولكن لازم يكون عندك مدرب شخصي هيختصر عليك وقت كتير قوي، هو عارف هو بيعمل ايه، ده شغله. حطك على التراك زي العيان بيروح لدكتور، زي اللي بيتمرن كرة قدم بيروح لمدرب كرة قدم، نفس الموضوع. عايز تتمرن تروح تتابع متخصص. مع كوتش، مش تروح تجيب علبة باودر. ما تروحش تجيب علبة باودر يا عم دلوقتي. ده في ناس بتجيبها قبل ما تروح التمرين. والله بيروح يشتري البروتين انا مره كنت واقف في محل لقيت حد بيخش وبيسال على بروتين وامين. انت عارف بقى الست اللي بتيجي في الاول دي اللي هي هات بروتين واربع اتنينات امين واربع اتنينات وسيلتك ومش عارف ايه وجلوتامين. فالراجل عمال بيساله الكوتش اللي هناك يعني، الراجل يعني بيتقي ربنا في شغله، فيقول له طب قول لي اساعدك ازاي، انت عايز ايه؟ عايز بروتين؟ انت بتبلغ بتدفنش؟ عارف الاكسبريشنز دي. فقالوا لا انا لسه ما اشتركتش في الجيم اصلا من اساسه خالص لسه ما راحش خالص. الجيم. هو بيشتري الست اللي هيروح، كانوا بيشتري الشورت والتيشيرت كده. هو رايح يجيب حافظ يعني زي ما بيقولوا حافظ مش فاهم، رايح يجيب الست بتاعه السبلمنت اللي اتقالت له او بقى اللي شاف صحابه ما بياخدوها. بعملش كده والله يعني. مش والله انت، ما لا بعملش طبعا كده انا والله بقول لك أبداً. يعني ان ده مثال انا معايا على فكره مشتركين، انا بقول لهم لا انا مش محتاج حاجه، ما تجيبوش حاجه. انا بقول لك اللي عامه المفهوم اللي بقى عند الشباب ده حقيقي. ان هم خلاص، انت لو ما رحتش الجيم وخدت سبلمنت، انت يا عم انت هتعمل الكلام ده في قد إيه؟ هتعمله في سنتين؟ ايه اللي خليك تعمله في سنتين؟ خد سبلمنت عشان تعمله في شهرين. ده للاسف المينتاليتي، واللي بيسبورت الكلام ده نوعيه المدربين للاسف. بص يعني طيب بص هو بس علشان نبقى برضو ايه يعني بنتكلم بجد، هو ايوه السبلمنت مهمه، بتساعد. اي حاجه بتدخل في نظامنا الغذائي بتساعدنا حتى ولو بنسبه 2%، فهي هتساعدنا. حلو. ولكن اخدها امتى واخدها ليه؟ ازاي؟ هو ده يعني لب الموضوع. انا هل محتاج فعلا لاي مكمل ولا مش محتاج؟ يعني مثلا مكمل زي اي حوارق دهون بيوصل بينا ساعات مراحل المتقدمه شويه بعد ما بيخلص الدايت وبعد ما بيعمل دايت وبيوصل مرحله ليه بيكون فعلا هو تعب، جاب الاخر، هو تعب من الالتزام، فمحتاج زقه بسيطه. فممكن في الوقت ده ندخل حرق دهون. حرق دهون فات بيرنر بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى فيه نسبه كافيين عاليه، وبيبقى فيه بعض الاعشاب الطبيعيه اللي بتساعد الجسم ان هو يحرق دهون، بتعلي من عمليه الحرق في الجسم، ميتابوليزم، بتساعد على التمثيل الغذائي، يعني فبتساعدنا. هنا مكان الفات بيرنر هو مظبوط. نفس الموضوع عن البروتين، لو هو مش قادر ياكل ممكن نزود يكمل ببروتين باودر. هو مجموعه المكملات كده، لكن ما نستخدمش عمال على بطال. مش اي حد يا باشا تروح له كوتشي ايه خد ده وخد ده وخد ده وخد ده وخد ده وخد ده عشان السبونسر بتاعه. لا صح. هي دي النقطه. ناس كتير دلوقتي بتسمعنا وناس شاطره في الجيم ونفسهم يبقوا هيثم سلام، نفسهم يبقوا مدربين سيرتيفايد شاطرين فاهمين بيتعاملوا على اساس. نبدا ازاي؟ هي بقى فكره مستني. احنا في البودكاست بنتكلم ازاي نحط الناس دي على التراك ونخلي نطلع جيل من مدربين شاطرين فاهمين ما يودوش الشباب في الحته اللي احنا مش عايزينها. انا اول حاجه بس يعني هقولها ان هو لازم يكون حابب فكره ان هو يكون مدرب اصلا، مش احلام، علشان ما يجيش في النص ويتفاجئ. شغلانه المدرب شغلانه صعبه، مسؤوليه طبعا، وبدنيا صعبه، مش سهله. ولازم دايما يفضل يتعلم، يفضل يعني يقرأ دايما، يطور من نفسه ويتعلم، لأن العلم دايما في تقدم. وأساليب التمرين كتير، مدارس كتير جدا 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 جدا. فلازم هو يشوف هو موجود فين، هو عنده ايه هيقدر يفيد الناس بيه. هو هل هو عنده الكاريزما ان هو يكون مدرب ولا لا؟ اصلا يعني طبعا المدرب ده مش مجرد ان هو يكون دارس وخلاص، لا، ده لازم يكون عنده بعض الاساسيات، المؤهلات اللي تخليه ينفع ان هو مدرب. ايه بقى؟ يكون يعني راجل قد مسؤوليه، بيعرف يتكلم كويس، شكله كويس، يعرف يقنع اللي قدامه باللي هو عايزه، ليه طريقه في التمرين، مش مجرد اللي اتعلمه هو هياخده يطبقه على اللي قدامه. لا، هو الكورس كل اللي بيعمله ان هو بيفهمك اساسيات. يعني انت ما قلتش في المؤهلات حاجه ليها علاقه بالجسم ولا بالقوه ولا لا مش شرط. انت قلت حاجات، لا مش شرط. اشطر مدرب على مستوى العالم هو مش شيب، هو مش عامل فورمه، فعلا عنده دماغ توزن ونوليدج. طبعا
فهو لازم يكون عنده الاساسيات او مؤهلات اللي تخليه يكون مدرب. لازم يكون عندك خبرة. فانا بنصح المدرب اللي عايز يشتغل وعايز نفسه يكون مدرب ويمتهن فعلا العمل في التدريب في اي حاجة، ان هو ينزل اول تريننج، درب الاول. اتمنى ان اصحاب الجيمات يكون عندهم الموضوع ده، ان اي حد نازل علشان يشتغل يحاول ينزله تدريب الاول. يعني اكيد حصل معاك مواقف مش هتنساها هيثم، يعني طبعا. سواء مواقف صعبة مواقف مضحكة، بس ايه اصعب موقف اتعرضت له في كاريرك بقى كمدرب؟ هي المواقف ما بتخلصش يا احمد. صحيح. كل واحد فينا جواه يعني محطات كده ومواقف دايما بيكون فاكرها ودايما بتفرق معاه في طريقه. في حاجة فرقت معاك؟ والله بص، يعني انا بدأت اصلا موضوع الاونلاين ده وخدته تحدي قوي، يعني من موقف حصل لي في الجيم اللي انا كنت شغال فيه. لما قررت ان انا اسيب الجيم اللي انا كنت شغال فيه، فقلت للراجل صاحب الجيم انا خلاص انا مش قادر اتمرن وكده، بس استسمحني ان انا اتمرن يعني عندك في الجيم. قال لي طبعا. فبدأت بقى ان انا يعني اظبط دماغي واتمرن ومش عارف ايه وكده. فاول يوم اول فيديو اعمله، واحد صاحبي وقف قدامي مسك الموبايل للاونلاين كوتشنج وكنت مش عارف ايه وبقول وبعيد وخلصت الفيديو. بعديها بيومين لقيته بيتصل بيا، يا كابتن هيثم انا عايز اقول لك على حاجه. قلت له قول لي. قال لي انا مش عايزك بعد اذنك، الناس عندي هنا في الجيم بداوا يقولوا ان انت بتتمرن اونلاين، يعني بتمرن اونلاين، وانا مش حابب ان انت تصور عندي في الجيم. قلت له حد اشتكى لك؟ قال لي لا. حد قال لك انا كابتن هيثم عرض عليا؟ قال لي لا. قلت له انا مستحيل كان ده يصدر مني، يعني مستحيل. انا سايب الجيم ومش عارف انا هعمل ايه. اوكي. فمحطم، انا بدور اعمل ايه. فلقيته قفلني. وانا كنت حاطط دماغي ان انا هبدا عنده، يعني هبدا ان انا اعمل واحده واحده عنده في الجيم. حاطط بلانك ان دي هبدا من هنا ونشوف. فلقيت نفسي يا احمد بص في سواد اتحط قدام وشي ما تسابش. خلاص مفيش خط عوده كده. خدت بعضي وروحت اليوم ده. وكنت ساعتها لما كلمني كنت بره يعني، ودخلت البيت وانا مش عارف انا هعمل ايه وما سكتش. عملت ايه؟ سبحان الله، والله ربك يعني بيفتح الابواب، ولما بيحطك على الطريق ويمشيك فيه فانت بتمشي، بيبقى معاك صح. مهما الناس كلهم وقفوا قدامك ابدا ما بتقف. ده حقيقي والله العظيم. تفضل ماشي والطرق تتفتح. بدل الجيم دلوقتي بقى عندي 6 7 8 جيمات ممكن متاح لي ان انا اروح اصور فيهم. رحت جيم تاني، واول ما دخلت الجيم التاني قابلت ستار قال لي صور. هو كان بيتفرج على الستار ده. كنت لسه اسالك قابلته؟ كلمني من قيمه وقت قريب، ويعني كان بيكلم بالندم. سبحان الله، يعني سبحان الله. عارف الموضوع يعني فعلا بجد عندي يقين تام ان انت لو صادق في اللي انت عايز تعمله فانت هتتوفق من ربنا. صح. لان انا خدتها تجربة، وفعلا بجد انا شايفها قدام عينيا ليل نهار. حسك متأثر وانت اوقات كتيرة ببقى عاجز عن الشكر لربنا، ان انا مش يعني انا وصلت كده ازاي. انت تطيع ربنا بس طريق مشي. عارف يا احمد انا حطيت تارجت ورحت في التارجت، وكل الناس اللي حواليا كانوا بيقولوا لي انت بتعمل ايه، انت بتسوي ايه، في عز ما انا ما كانش معايا جنيه في جيبي. بنزل اصور بموبايل موبايل وحش. اتعلمت مونتاج عشان اعرف اقعد اخلص الايديت بتاعي، وانا كنت مصمم وشايف طريقي. فلما دلوقتي حد بيسالني يقول لي انا عايز اعمل ايه، اقول له استمر وخلي عندك يقين وما تعملش حاجه غلط وكمل، هتوصل. صح هتوصل. ونعمل ختام يا هيثم. تحرمش منك حبيبي. انا اسف الحلقه خلصت، يعني الوقت خدنا، وانبسطت جدا 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 بوجودك معانا النهارده. والله انا انبسطت. ادد فاليو للبودكاست. لا ده بجد. بص انا كنت جاي متوتر. لا بالعكس جدا ما اعرفش يعني انت والناس اللي ورا الكاميرا بصراحه. كل اللي ورا الكاميرا بص انا شايف الوجوه كل ورا الكاميرا مبسوط. كل ورا الكاميرا مبسوط. والراجل اللي قاعد هناك ده لازم يقول لازم هتتمرن ولا مش هتتمرن. طبعا بس كده. خلاص ده كفايه هيتمرن. حبيبي يا كابتن هيثم نورتني، ويا رب بالتوفيق. وانا متاكد ان انت هتبقى في حته تانية احسن من اللي انت فيها دلوقتي بكتير. وكل الدعم، وشكرا على مجيتك. شكرا ليك. تسلم لي، ربنا يخليك. ميرسي يا باشا.